اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهارده انا عايز اتكلم في موديول ممكن تطلع منه فلوس كويسة قوي. عايزك تستنى فيها شوية حاجات تحصل قدامك على الشارت في مواعيد معينة عشان تعرف ازاي تخش وتطلع منه فلوس كويسة جدا. تمام، بس قبل ما اخش ديتيلز كده او اخش في التفاصيل بتاعت الموديول. عايز اتكلم على الناس اللي بتقعد تبعت وتقول لك اصل التداول ده نصب، التداول ده انا عمري ما طلعت منه فلوس، التداول ده حاجة كده بتاعت العيال الفاشلة، التداول ده قمار. انا حابب بس يعني اوجه رساله للناس دي. هو التداول مش كل ده بصراحه. يعني انا برضو عايز ابقى صريح معاكم. التداول صعب، وحاجات من الحاجات اللي فعلا بتحتاج انك تبذل مجهود فيها، وتحتاج انك يبقى عندك خبره فيها، وتحتاج انك تشتغل على نفسك كتير قوي، لان التداول متشعب في حاجات تانية غير انك تقعد على الشارت وانك تشوف باي وسيل. متشعب في السايكولوجي بتاعتك، متشعب في نقط الضعف في شخصيتك، وازاي انت بتواجه نفسك قدام الشارت. وبقصد بالكلام ده اللي هو شعور الطمع وشعور الخوف وشعور انك تبقى داخل تريده وعارف انها كسبانه بس مش قادر تستحمل، وشايف الماركت عمال يطلع وينزل وعم باصص على الفلوس. كل دي حاجات على فكره يا جماعه بتحدد انت هويتك في التريدنج او في التداول عامله ازاي. الناس اللي بتقعد تشتم في التريدنج وبتقعد تقول اصل التريدنج اصلا هو فعلا مش لاي حد بصراحه يعني. التريدنج فعلا مش لاي حد، التداول مش لاي حد. لو كان لاي حد كانت الناس كلها بقت بتعمله وكل الناس بتعرف تعمل منه فلوس. التداول لشخصيات معينه، ناس قويه، ناس عارفه هي بتعمل ايه، ناس عارفه عندها تحكم في المشاعر وعندها تحكم في النفس وضبط النفس. الكلام ده على فكره محدش بيقوله لكم يا جماعه. محدش بيقول الكلام ده. في حاجات كتير قوي بره التشارت، وفي حاجات كتير قوي بره انك تحط صفقه خسرانه ولا صفقه كسبانه يعني. فاللي انا عايز اقوله النهارده، اي حد بيشتم في التداول ويقول لك التداول نصب والتداول قمار والكلام ده كله، اقول له معلش. بس لما يجي واحد زيي والله يديك معلومات او حاجه تعملها او حاجه تماستر او حاجه تشتغل على نفسك وتشتغل عليها، وبيديك معلومات سنين كتير كان فيها خساره وسنين كتير كان فيها تعب وكان فيها احباط، واجي اقول لك والله بديها لك على الجاهز اهو على قناه يوتيوب من غير فلوس، ومش طالب منك اي فلوس ومش طالب من اي حد اي فلوس. فاعتقد انك تستحق انك تبص عليها وتخش تجربها. ده رأيي. لو في حد كان بيعمل معايا كده، او في حد من الاول في اول سنة تريدنج جه وقال لي بص واحد اتنين تلاتة وهتعمل واحد اتنين تلاتة، وفي الاول هتغلط وبعد كده تتعلم وبعد كده تخش وبعد كده تجرب، انا كنت هسمعه بصراحة. هسمعه على الاقل واجرب بنفسي واشوف فعلا الراجل ده صادق ولا كذاب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انا لما اجي اقول لك على موديول زي اللي انا هتكلم فيه النهارده، واقول لك والله لما يحصل واحد اتنين تلاته خش ومن هنا ومن هنا وتحط الاسلوب ده، بوريك التكنيكال. والله انت ممكن تخش على الشارت بتاعك، الشارت موجود عند اي حد في الدنيا، ممكن تخش وتشوف وتست، تعمل باك تيست. باك تيست ده يعني تفتح بقى ايام تانية، تفتح من سنة، تفتح من سنتين، وتشوف الكلام ده طبعا شغال ولا لا. هو ده بقى دورك هنا. ما انا دوري اللي انا اديك معلومة انا اكتسبتها بعد سنين. انت دورك انك تشوف المعلومة دي صح ولا غلط. تقعد بقى تدور وتقعد تبحث وتقعد تجربها مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده تقول لك والله المعلومة دي حقيقية فعلا وانا خدت وعرفت اخد منها فلوس، ولا المعلومة دي في شنك وملهاش لازمة والراجل ده بيقول اي كلام. ده دورك انت بقى. دور المستمع ان هو يعمل الموضوع ده. انا مش عارف اعمل لك كل حاجه، انا بعمل اللي عليا. لان هي المتعه في العطاء يا جماعه، انك تعرف معلومه وتقولها للناس او الناس تستفاد منها. دي حاجه على فكره ليها متعتها الخاصه يعني. انا مش عايز اطول عليكم، بس انا حبيت بس امنشن الموضوع ده. النهارده انا هتكلم على موديول بسيط جدا. انا اتكلمت عليه قبل كده بس عايز اعمل هايلايت عليه تاني لان هو بيتكرر كتير جدا، بيتكرر اقل مره مرتين في الاسبوع، وبرضه خش وشوف الموضوع ده موجود ولا لا. بيتكرر في اليوسات، بيتكرر في الذهب، بيتكرر في الفوركس، بيتكرر في كل حاجه. هو التكنيكال اناليسيز واحده. الموديول بكل بساطه انك بتستنى البرايس يطلع يهانت باي سايد ليكويديتي. زي هنا الخط اللي انا حاطه ده ايكوال هاي. يعني ايه ايكوال هاي؟ يعني اتنين. هوريها لكم على 5 مينتس علشان تبقى واضحه الناس بتبص عليها ازاي. ده الايكوال هاي، شايفين دول تو ايكوال هاي اهو. انت اول ما تشوف ان في تو، سبيشالي لو هما اتنين تو ايكوال هاي، ساعات بتبقى سنجل لوحدها وساعات بتبقى تو، بس التو دي احلى. التو دي احلى لان هي بتبقى بتخليك واثق قوي في الموديول ده. تستنى السعر يطلع يهانت او يصطاد الناس اللي حاطه ستوب لوز بتاعها هنا.
كده ننزل على ال1 مينيت. عايز كده على ال1 مينيت يا جماعه. عايز اوريكم ايه بقى على ال1 مينيت. عايز اوريك ده كده 1 مينيت، الشارت ال1 مينيت ايه اللي حصل لما البرايس طلع وهانت الباي سايد ليكويديتي هنا. انا بقى هنا ببقى عيني تلمع زي ما بيقول، اول ما الاقي البرايس راح في حته انا مستنيها بقالي فتره وطلع هنطها بالطريقه دي، انا هنا بهولد. اقول لك بس هنا بقى في هنا بوادر دخول صفقه. طيب هتخشها ازاي؟ نمره واحد، ادي البرايس السعر طلع هانت الباي سايد ليكويديتي، بتستنى ايه؟ استنى ديسبليسمنت. يعني ايه ديسبليسمنت؟ هكبر علشان الناس تفهم انا بتكلم في ايه. ديسبليسمنت يعني استنى الشمعة دي على ال1 مينيت. ايوه دي اسمها ديسبليسمنت. يعني البرايس نزل بطريقة اجريسيف شوية، كسر لي سوينج. دي سوينج على ال1 مينيت، دي سوينج كده، كسر لي سوينج. شايفين البرايس طلع هانت، طلع تاني عمل تقريبا ايكوال معاها، وبعد اول ما حصل ديسبليسمنت لتحت وكسر لي الماركت ستراكشر، انا هنا عندي بادره تريدنج. يعني ايه عندي بادره تريدنج؟ باخد الفير فاليو جاب دي على طول. فير فاليو جاب دي انا لو هخش الصفقه هخشها من هنا. طبعا البرايس بيطلع ساعات طبعا يزاولك شويه، بس انا لو هخش الصفقه هخشها من هنا واحط ستوب لوزي هنا. ده ستوب لوزي، ده هنا الستوب لوز بتاعي. بعد كده شفت الديسبليسمنت ده، شفت الاكيوميليشن ده، وبعد كده حصل ديسبليسمنت تاني اكد لي ان الصفقه دي ماشيه صح. تمام. دي الدخله التانيه على فكره يا جماعه. يعني اللي عايز يعرف الدخلات بتخش، مش معنى ان فاتتك اول دخله. شايفين الفير فاليو جاب دي؟ دي تاني فير فاليو جاب. شايفين الشموع حتى على ال1 مينيت ريسبكت كل حاجه ازاي. ادي الفير فاليو جاب طلع عند نص الفير فاليو جاب اللي انا بقول لك عليها، اللي هي بتبقى الجاب بتاعتنا. بعد كده راح عمل ديسبيسمنت تاني. انا بقى افضل هولد الميكانيزم ده لغايه امتى؟ لغايه ما يهانت السيل سايد، الناس اللي حاطه ستوب لوز بتاعها هنا، لان هنا في ليكويديتي. خلينا نشوفها كده. شايفين؟ فانا اول حاجه اختصارا كده للموديول ده عشان هو سهل وبسيط ما فيهوش عقد خالص يعني. اول حاجه شفت تو ايكوال هاي الاول، البرايس طلع هانت، برايس عمل ديسبليسمنت، عمل لي فير فاليو جاب. دخلت انا بخش من هنا، دي الانتري بتاعتي، دي دخول الصفقه بتاعتي. من هنا بخش الصفقه بتاعتي، بحط الستوب لوز بتاعي هنا وبحط التيك بروفيت هنا. سهله وبسيطه. طبعا لو فاتتك دي بتستنى الديسبليسمنت التاني اللي بيحصل هنا، عمل لي فير فاليو جاب، بخش. كل ده على فكره على شمعه ال1 مينيت، كل ده على شرط ال1 مينيت يا جماعه. فاتمنى يكون الموديول ده سهل وبسيط. انا مش عايز اقعد اعقد واقعد اتكلم فيه كتير، لان هو ما فيهوش اي حاجه. انت بتستنى ايكوال هاي هانت، تشوف ديسبيسمنت حصل مع فير فاليو جاب، تخش الصفقه وتحط الستوب لوزك فوق السوينج، وتستنى يجيب الليكويديتي اللي تحت. وكل ده على ايه؟ على ال1 مينيت بس. بس اتمنى يكون الموديول سهل وبسيط. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.